نحن نقول على مستوى المراكز هناك 3 محاور، لكن على مستوى الأداء كانت الأدوار واضحة. أول شيء بسم الله، الحمد لله على كل حال. أول شيء يمكن ما أعتقد إن ما كنا نلعب 3 محاورة. النظام كان يختلف داخل الملعب. كانت في طريقة معينة بالنسبة للفريق الشبابي. كان في محورين ثابتين وزيادة على الأطراف. هذا اللي كنا يعني كنا ماشيين عليه في المباراة. في آخر كرة ما بينك وبين ياتارا كان في نقاش كثير على من يسجل الفاول أو من ينفذ الفاول بصراحة. لا، هذا طبيعي أحيانا يكون طبيعي داخل الملعب يكون في اختلاف في الآراء، في وجهة نظر. في يمكن هو كان شايف انه ينفذ الكرة الثابتة. انا نفس الحكاية كان التفكير اني انا ممكن انفذ الكرة الثابتة. شيء طبيعي يحدث في المباراة. أخيرا أحمد، بعد تسديد حسن معاذ لكرة الهدف الثاني اللي كملها مختار، بدأ جمهور الاتحاد يعتب على حسن في كل كرة يستلمها. هل أخطأ حسن حينما سدد الكرة وزميله واقع على الأرض برأيك الشخصي؟ بالعكس، ما اعتقد انه اخطا، لان نايف ما كان متعاون. انت شفته على طول يعني واصل اللعب، فطبيعي انه حتى الحكم ما طلب ايقاف الكرة. فما اعتقد ان حسن اخطا، وكان تنفيذ للكرة الثابتة شيء طبيعي يعني. الله يعطيك العافية. شكرا.